السلام عليكم حبوباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ ام الامراء. وصفتنا للنهار اليوم كما راكم تشوفوا الصابلي بشكل راقي ما شاء الله تبارك الرحمن. الصور تعبر عن نفسها. اليوم جبت لكم الوصفه انا اللي معتمدتها يعني واللي نخدم بها بزاف. بغيتو تخدموا بها نتوما تانيك وتخدموا بها مشروع مربح. بغيتو تخدموا بها العائله تاعكم، لافراحكم، مناسباتكم. غادي نعطيكم الوصفه بالتفصيل. يلا الوصفه. اولا هنا عندي 250 غرام زبده كما راكم تشوفوا بحراره الغرفه، ونزيد هنا رشه تاع الملح، ونضيف هنا كاس سكر كلاصي. نعبروا بهذا الكاس تاع ام وليد، يعني راه معروف ومتوفر كاع في البيوت. كما راك تشوفوا هنايا نبدا نخلط المكونات مع بعضها جيدا، يعني غادي الزبده والسكر ندخلهم مليح مع بعضهم حتى اللي يولي عندنا يعني زبده كريميه. هنايا تقدروا تخدموا بالباتور اللي عندها الخلط الكهربائي او البيتخا، تقدروا تخدموا بها. انا هنايا ما استعملتش البيتخا، يعني انا درت زوج عبرات، عبره درتها لكم كما هكا صورتها لكم خدمت غير بيدي، وعبره الاخرى خدمتها في البيتخا. ما بغيتش نصور في البيتخا لاخاطش كاين بزاف ناس ما عندهمش البيتخا، صورت عادي باليد. وهنا نضيف البيض. بالنسبه للبيض عندي زوج صفار بيض مع حبه بيض كامله، جوج صفار بيض مع حبة بيض كاملة. تقدروا أيضا تستعملوا غير الصفار بلا البياض. هنا نخلطوا جميع المكونات مع بعض جيدا حتى كما قلت لكم اللي يولي عندنا كشغل كريمي هكاك. شغل راكم تخلطوا كشغل راكم تضربوا فيها، واللي عندها الضرب الكهربائي تستعمل الضرب الكهربائي. هنا بعد ما خلطناهم غادي نضيف كاس مايزينا، عبروا بنفس الكأس اللي عبرتوا به السكر عبروا به، ونبدا كما هكا نخلط. كراكم تشوفوا فيا راني نخدم غير بصبع يدي، يعني الصابلي خدموه غير بصبع يديكم يجيكم شباب. ونلمد فيها نلمدها مليح، ومن بعد نضيفوا الفرينه. بالنسبه للفرينه هنا انا راني مغربلتها، نضيفوا شويه ونضيفوا كيس خماره كيميائيه، ونلمدوا باطراف الاصابع كما راكم تشوفوا. الصابلي ما نعجنوش باش يجيكم الصابلي مليح، يعني الصابلي ما يتعجنش، لمدوا غير بشويه باطراف الاصابع يخرج لكم شباب. لكن الى عجنتوه وخدمتوه هكا بالخف، شوفوا هنا راني نوريكم، قربت الكاميرا شوفوا كيفاش راني نوريكم كيفاش راني نلمد فيه، يعني نلمدوا غير بيدنا. خاطش الى عجنتوه ولا هكا يعني بديتو كما نقولوا بالخف هكا تخدموا به، يعني من بعد في الطياب شغل يتكمش لكم. راكم تشوفوا هنايا العجينه تاعي راها طريه، تشوفوا خلوها طريه مليح خاش الفرينه بالخف تشرب. من بعد ما تخلوها ترتاح غادي تريح واحد 5 دقائق فقط بلا ما غسلتوا يديكم وخدموا بها. هنا نديروا في ساشي، نجيبوا الطرف من هذيك العجينه ونحلوها بالحلال كما راكم تشوفوا معايا. كما قلت لكم ما تنشفوهاش باش الصابلي تاعكم يجيكم شباب، ما تنجموهاش بزاف وما تخلوهاش كاع طريه بزاف تقعد تلصق في اليد. ونبدا هنا عندي هاد ليمون راكم تشوفوا فيهم، تقدروا تخدموا هادو، تقدروا تخدموا قلب، تقدروا تخدموا ورده، تقدروا اشكال بزاف صابلي فيها. ونبدا نطبع. بالنسبه للسمك تاعه ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف، بهذا الشكل باش يجيكم الصابلي تاعكم ملحم ويجيكم شباب. وهنا نطبع كامل وغادي تشوفوا الشكل تانيك تاع المدور هذاك شغل على شكل ورده كيما هكا. شوف كي يجي باهي يجي شباب، هذا هو السمك تاعه. ما تنساوش اللي ما دارتش لايك دير لايك وتخلي لي تعليق شباب في لي كومونتير. هنا نستف في البلا تاعي ودرت ورق الطهي ونستفه في البلا وندخلها الفرن على درجه 170 درجه. كي يبدا هكا يحمار لي هكا صاي نطفي عليه ويلا نروحوا للتزيين. بالنسبه هنايا للتزيين كل واحد وكيفاش يزين. انا غادي نعطيكم اليوم التزيين تاعي كيفاش زينته. كتشوفوا كيفاش راه حمر هكا شغل سفايري
خلوه بهذا الشكل. هنا عندي كاوكاو ايفيلي راه محمر، يعني شريت الكاوكاو ايفيلي، درت شويه زبده في المقله وحمرته، نقصت النار حمرته، كي برد راني باغيه نزين به. تقدروا ديروا غير سكر كلاصي، تقدروا ديروا شيكولا خطوط من الفوق كما تبغوا. وهنا نبدا ندير المربى من الفوق باش نلصق به الكاوكاو ايفيلي. بالنسبه للمربى هنايا ما غاديش يلصق لكم غايه، وغادي يبان لكم كشغل المعجون من الفوق. من الاحسن ديروا العسل. انا من بعدها درت العسل، يعني كنت نخدم به في العسل، واليوم قلت خليني نجرب، بالك نجرب الكونفيتير يجي شباب، لكن قلت لكم كما قلت لكم ديروا من العسل افضل. وهنا ندير شويه معجون باش نلصق الحبه مع الحبه. بالنسبه للعسل ديروا غير من الفوق باش ديروا الكاوكاو ايفيلي، في الوسط ديروا الكونفيتير ولا المربى. ونديروا هنايا المربى في الوسط كما راكم تشوفوا. هنايا عندي مربى تاع المشماش، والاحمر هذاك سوبر كريم تاع الفراوله. بغيتوا في المربى تاع المشماش ديروا نكهات اخرى، فراز، ليمون، لكم الاختيار. يعني انا وريتكم انايا الطريقه اللي خدمت بها انا. وهنايا كما قلت لكم من الاحسن ديروا العسل من الفوق ولصقوا به الكاوكاو ايفيلي. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجوه مع اهلكم وحبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. واي وحده مبتدئه نقول لك ما تخافيش، بداي بمكونات بسيطه في الدار كما هكا كما الصابلي، ومن بعدها طوري المشروع تاعك. وغادي نشارك بزاف وصفات معكم ان شاء الله في الايام القادمه. وهنا درت سوبر كريم تاع الفراوله، نلصقوا الحبه مع الحبه ونضيفوا في الوسط. كما راكم تشوفوا يجي شكلها ما شاء الله. كما راكم تشوفوا تقدروا تانيك ديروا هكا رشه خفيفه قبل ما ديروا المربى في الوسط، ديروا رشه خفيفه تاع سكر كلاصي. وهذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاعنا. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، يهبل يهبل يهبل، يعني الفيديو راه يهدر على نفسه. هنا مازال ما درتهش في صحن التقديم ولا طبق التقديم، ومازال ما درتلهش لي كيسات. هنا وريتكم كيفاش كي خدمته كامل وزوقته، وهذا هو الشكل تاعه. وهنا دوك نروحوا نوجده لكم ولا نوريه لكم في طبق التقديم، يجي قلت لكم مروعه ويحمر الوجه. وهنا هذا هو الطبق الاول، انا درت لكم في 3 اطباق. قولوا لي واش هو الطبق اللي جا فيه باهي واللي جا فيه شباب. كما راكم تشوفوا، شوفوا هنايا هذاك تاع السوبر كريم بلي فريز وتاع المربى. وهذا الطبق الثاني. تانيك في اي طبق تحطوه غادي يجيكم شباب، والذوق تاعه قلت لكم روعه، يذوب في الفم. يعني الصابلي هذا مع ما فيهش الزيت يجيكم شباب 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 بزاف بزاف. جربوا الوصفه، واللي جربت الوصفه تخلي لي تعليق وتقول لي كيفاش جاتها الوصفه تاع الصابلي. وكاين بزاف اللي عندهم هاد الوصفه يعني ومعتمدينها. انا بعد هذه هي الوصفه اللي معتمدتها. كما قلت لكم اللي جربتها تخلي لي تعليق في لي كومونتير. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاج لو ماكسيموم باش تحفزوني ان شاء الله. غادي نحط لكم الوصفات اللي راني معتمدتها، وصفات سهله بسيطه، وصفات المشاريع الى اخره. وهذا كان الطبق الثالث تانيك. شوفوا كيفاش جا روعه. قولوا لي واش من طبق عجبكم، الاول ولا الزوج ولا الثالث؟ اذا كما قلت لكم عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك. كاين اللي راه يتفرج وينسى باش يضغط على زر الاعجاب، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب باش هكا الفيديو يدي حقه في المشاهده. كما قلت لكم غادي تشوفوا حتى للنهايه الاشكال تاع الصابلي. كاين هنايا الشكل تانيك اخر صابلي كما هكا بالخطوط تاع الشيكولا، وفي الجناب درت النوا كوكو. هنا وصلنا لاخر الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه مع فيديو اخر باذن الله على قناتي وقناتكم مطبخ ام الامراء. مع السلامه حبوبات قلبي.